بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم حلقه جديده ورياكت جديد مع هشام. هنتكلم النهارده على موضوع اليوم. امام عاشور خلاص رسميا في النادي الاهلي. طبعا انا مش طالع اقول الخبر انتشر من بدري على قناه النادي الاهلي وعلى صفحه النادي الاهلي وفي كل حته، وكل اليوتيوبرز وكل الفيسبوكيه كله اتكلم على الموضوع ده، والزملكاويه طبعا طالعين عاملين ايه، يندبوا بتاع. بس انا طبعا طالع اتكلم على حاجه مختلفه تماما. طبعا انا طلعت من كام حلقه اتكلمت على موضوع امام عاشور، قلت انا مش قابل وجوده في النادي الاهلي، بس لو مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي قرر خلاص ان امام عاشور يجي الاهلي، احنا في ظهرهم واحنا في ظهر اللاعب وكل حاجه ورا النادي الاهلي، علشان النادي الاهلي عندنا رقم واحد. طب انا طالع اتكلم في ايه؟ انا طالع اتكلم في حاجه مهمه جدا. هو ليه النادي الاهلي بيلم النجوم؟ بيدور دايما اللي هو يجيب صفقات كبيره، بيدور دايما اللي هو عايز يجيب خبطات كبيره، يعني وسط ملعب جبار عند النادي الاهلي دلوقتي، كمان بحضور امام عاشور. يعني عندك امام عاشور، ديانج، السوليه، عندك مروان عطيه، عندك قندوسي، عندك قفشه. ايه وسط الملعب ده كله هتعمل بيه ايه؟ انت عايز تسيطر محليا ولا ايه؟ لا يا جماعه، النادي الاهلي غير انه هيسيطر محليا من غير اضعاف الاخرين، عشان ما حدش يقول اضعاف الاخرين هم اللي ما بيشتروش، هم اللي مش عارفين يدعموا، هم اللي مش عارفين يعملوا مش مزايدات، مش عارفين يخشوا بقوه شرائيه جوه السوق. غير طبعا بيراميدز هو اللي شغال وعارف هو احتياجاته كويس جدا، وهو فعل بند شراء مصطفى فتحي عشان يقوي قدرته الهجوميه وقدره فريقه، علشان هو داخل دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. انا بتكلم تحديدا على نادي الزمالك. طيب انا هرجع لنادي الزمالك، بس هنتكلم دلوقتي على ليه الاهلي عمال يشتري في لعيبه جامده ولعيبه تقيله جاهزه. اقول لك يا سيدي، هو الاهلي لسه، طبعا انا متهيالي الاهلي لسه قدامه صفقتين مهمين جدا او ثلاثه. الاهلي محتاج مدافع، محتاج باك شمال مع معلول، محتاج مهاجم جبار، وممكن جناح كمان. بس يعني الجناح اقل حاجه يعني، بس دول اهم ثلاثه الاهلي محتاجهم ضروري جدا جدا جدا. ليه بقى الاهلي عمال يلم اللعيبه دي والاهلي عمال يقوي فريقه بالطريقه دي؟ مش محليا خالص، الاهلي باصص ليه افريقيا او قاريا وعالميا. ليه الاهلي شكله كده ناوي اللي هو باصص بصه يعني بعيده شويه في البطولات اللي هو يدخلها؟ يعني عايز ياخد بطوله افريقيا السنه الجايه، وعنده دوري السوبر ليج اللي هيبتدي، اللي هو النسخه التجريبيه اللي هي بثمان فرق، اللي غيروا اسمها الدوري الافريقي. اول نسخه الاهلي محتاج يكسبها وياخد منها طبعا قرشين حلوين. وبطوله افريقيا السنه الجايه عنده بطوله السوبر الافريقي مع اليوسما. وعندك كاس العالم للانديه في السعوديه في شهر 12. وطبعا شايفين اتحاد جده عمال يجيب بنزيما ولاعيبه جامده جدا جدا، الدوري السعودي بقى فظيع. فطبعا انت داخل معترك رهيب، وطبعا الاتحاد جده داخل ناوي على حاجه، فلازم انت كمان كنادي اهلي تبقى رايح ناوي على حاجه. وهناك هتقابل السيتي وهتقابل فرق جامده جدا جدا جدا. لازم السكواد بتاعك يبقى اللي بره اللي في الملعب زي اللي على الدكه زي اللي بره القايمه. فعشان كده انا بقول لك، انا من المشهد كده الاهلي عمال يجيب لعيبه جامده عشان شكله باصص بصه كده لقدام، دوليا وقاريا، هينيم شكله كده العالم كله من المغرب. هنرجع بقى نسيب الاهلي، خلاص احنا اتكلمنا على الاهلي وهو ليه الاهلي داخل بقوه شرائيه جباره كده. هنروح على الزمالك. الزمالك اتحاد الكوره قال له انت ممكن تأيد لعيبه، بس في مشكله. ايه؟ عندك دلوقتي البطوله العربيه، عندك انت موقوف اتحاد الكوره جايله جواب ان الزمالك موقوف عن القيد في الوقت الحالي لحين دفع المليون ونص بتوع سبورتنج لشبونه عشان موضوع شيكابالا. حلو قوي. الزمالك معرفش المعارين هينفع يتأيدوا ولا لا، بس فلنفترض اللي هم هيتأيدوا، الزمالك مش هيعرف يشتري لعيبة جديدة، وعنده بطولة اللي هي دوري العرب ده، بطولة العربية دي في يوم 28/7، والقيد هيتقفل يوم تقريبا 26 او 25 24 حاجة زي كده يعني. فحتى لو الاتحاد العربي لانه مش تحت مظله الفيفا هيقبل انه ايد لك لعيبه، طب ما هي اللعيبه اللي انت هتأيدها دي مش هتعرف تأيدها عندك، يبقى انت شاري اللعيبه دي علشان ممكن يلعبوا 3 ماتشات ويخرجوا بعد كده يقعدوا في البيت ولا ايه؟ ما انا برضو مش فاهم.
طيب نادي الزمالك ليه لحد دلوقتي ما حلش مشكلته؟ طب هي اصلا مشكله نادي الزمالك دي مشكله في مرتضى منصور؟ لا، انا مش هتكلم على مرتضى منصور خالص، لانه المفروض معزول، والمفروض ان هو ملوش قرار، ومجلس الاداره شخصيته ضعيفه، وكله عمال يطبل لشخص واحد اللي هو طبعا الموسيقار. امال انا هتكلم على مين؟ انا هتكلم على وزاره الشباب والرياضه، وهتكلم على الجمعيه العموميه لنادي الزمالك اللي سايبه نادي الزمالك مستباح لشخص واحد، ودعايه لشخص واحد، وسمسره لشخص واحد. ونادي الزمالك في خبر كان نادي الزمالك الموسم الجاي هيبقى مش صفر، هيبقى صفرين. وانتظروا انتظروا انتظروا فتوح في الاهلي. وان شاء الله اللي انا اتمناه فعلا حقيقي زيزو يبقى في الاهلي. وانا ماليش دعوه بالزمالك، انا باصص لفرقتي، انا عايز اقوي فرقتي، عايز اعلي فرقتي قوي قوي قوي. انا ماليش دعوه بالزمالك خالص. الزمالك من حقه هو يحافظ على لعيبته، من حقه انه يقوي فرقته. بس انا برضو من حقي ان انا اقوي فرقتي، ومن حقي ان انا لما الاقي لعيب مميز لازم اخده علشان اقوي فرقتي اكتر واكتر، واوصل بيها لابعد مدى في البطولات، واوصل بيها لابعد مدى في كل حاجه، ويعني حتى التمنيات. يا عم انا عايز اكسب كاس العالم للانديه. بس انا بقول لك دلوقتي وجهة نظري الشخصية، وانا شايفها هي دي الاقرب للصح، ودي نظرة ده المنظور اللي قدام مجلس إدارة النادي الاهلي وطموحاته. يلا تصبحوا على خير.